قصتنا النهاردة بتوصف المعنى الحقيقي لغدر الصحابة. لما تسمعها تفهم يعني إيه تحذر من عدوك مرة ومن صديقك 1000 مرة. ومهما كنت سمعت قصص عن غدر الصحابة مستحيل تكون أبشع من القصة دي. أسماء أحمد في القصة الكاملة. 2023 أسماء عندها 18 سنة وطالبة في الثانوية العامة. والدها متوفي من وهي طفلة صغيرة، ووالدتها هي اللي اتحملت مسؤولية أسماء، ربتها وصرفت عليها لدرجة إن والدتها اتحبست في قضية شيكات. وساعتها أسماء كان عندها 11 سنة، ومن وقتها أسماء بتتنقل بين بيتين، إما عند جدها أبوها أو عند خالتها. وفعليا هما الاثنين اللي ساهموا بشكل أساسي في تربية أسماء، وخالتها تحديدا كان ليها دور كبير في تربيتها وإن هي تكمل تعليمها لغاية ما توصل المرحلة الثانوية. وعوضتها عن غياب والدتها، وكانت بتعاملها كأنها بنتها بالظبط. وكان أي حد بيسألها عن أسماء كانت بتقول له إن هي بنتها مش بنت أختها. حتى أسماء كانت بتتعامل مع خالتها بنفس الشكل، وبتعامل خالتها كأنها أمها، وكان دايما سرها معاها. كانت أسماء بتحكي لها كل حاجة أيا كانت، ما كانش فيه بينها وهي وخالتها أي حرج من أي نوع. ولأن أسماء كانت ظروفها صعبة وكانت وحيدة، كانت دايما بتحس إن هي أقل من كل الناس، برغم إن خالتها عمرها ما ادتها الإحساس ده، لكن هي كانت دايما بتحس جواها بكده. لغاية ما اتعرفت على واحدة صاحبتها اسمها شيماء. شيماء دي أكبر منها ب7 سنين. العلاقة بينهم استمرت لمدة 5 سنين. شيماء والدها ووالدتها منفصلين، وكانت عايشة مع جدتها، وبيت جدتها كان جيران جد أسماء. وعشان كده علاقة أسماء وشيماء كانت علاقة قوية جدا. من وقت ما أسماء اتعرفت على شيماء بقى بينهم علاقة صداقة قوية جدا، لدرجة إن أسماء كانت بتعرف عنها كل شيء، وبتعرف شيماء على أصحابها على إن هي أختها. وعلاقتهم فعلا قدام الناس كانت أكتر من الإخوات، لدرجة إن هما كانوا بيلبسوا لبس بعض، وكان سرهم مع بعض، ما بيخبوش عن بعض أي حاجة. وكانوا في أيام كتير هما الاتنين بيباتوا عند بعض، يا إما شيماء بايتة عند أسماء، يا إما أسماء بايتة عند شيماء. وأسماء كانت بتثق في شيماء جدا، وكانت دايما بتقول إن هي أحسن حد اتعرفت عليه، لدرجة إن الجيران كانوا بيوصفوا شيماء وأسماء إن هم أكتر من الإخوات. والغريب إن خالة أسماء عمرها ما ارتاحت لشيماء، وكانت دايما تقول لأسماء إن شيماء دي بنت مش كويسة، وإن هي واضح عليها إن هي بتغير منك. وكانت دايما بتقول لها تبعد عنها، أو على الأقل تحد العلاقة شوية، لأنهم مش شبه بعض زي ما هي فاكرة. وكانت دايما تقول لها اسمعي كلامي، أنا في مقام أمك وأدرى واحدة بمصلحتك، أنت بنتي يا أسماء مش بنت أختي. اسمعي كلام اللي أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. لكن أسماء كانت دايما في خلاف مع خالتها بسبب الموضوع ده، وبتقول لها إن شيماء دي أقرب صاحبة ليها وأحسن حد هي عرفته، وإن هي أختها اللي ربنا عوضها بيها بالبلد كده، أختها اللي ما جابتهاش أمها. لكن بعد 5 سنين صداقة مش بيعدوا يوم غير وهم مع بعض تظهر الخلافات، زي ما بتقول الحلو ما بيكملش. وتبدأ أسماء تحس إن كلام خالتها صح، وإن شيماء بتغير منها وبتحقد عليها، وعلى طول بصة للحاجة اللي في ايديها. كل ما تعرف إن أسماء هتعمل حاجة كويسة كان بيبان الحقد في عينيها والغل، لدرجة إن البنت لاحظت إن الموضوع ده بقى كبير جدا وواضح وضوح الشمس. لما بدأت الثقة بين أسماء وشيماء تقل، للأسف أسماء كانت بتكذب نفسها وتقول إن هي بتتوهم الكلام ده، وإن شيطان دخل بينهم، وإن كل ده مجرد أوهام. ممكن مجرد أوهام بسبب كلام خالتها اللي قالت إن شيماء مش كويسة. لحد ما يجي يوم 18/8/2023 اتصلت خالة أسماء بيها وقالت لها إن هي بتجهز حاجاتها عشان تروح تزور أمها في السجن، وإن هي نازلة تشتري لها شوية حاجات عشان يوديها لها لما يروحوا. لكن أسماء قالت لها أنا تعبانة مش هقدر أنزل المرة دي، هاجي معاكي المرة الجاية. وقالت لها أنا مش قادرة أنزل واحتمال أبات عند شيماء. قالت لها ماشي، ونزلت خالتها عشان تروح تزور أمها في السجن. ولما رجعت بالليل اتصلت على أسماء عشان تطمن عليها، لأن لما كلمتها صوتها كان باين عليه التعب جدا. ولما رنت الموبايل اداها مغلق. توقعت خالتها ان يكون الموبايل فصل، او انها تكون قفلت موبايلها ونامت لانها كانت تعبانه.
ومفيش حاجة تقلق لأنها قالت لها إن هي هتبات عند شيماء، وشيماء بالنسبة لكل الناس هي أخت أسماء. وتاني يوم خالتها تتصل بيها لقت الموبايل لسه مقفول، وبرضه قلقت ورنت على شيماء لقت برضه موبايلها مقفول. قلقت جدا وقعدت ترن عليهم 3 أيام، وخلال ال3 أيام دول تليفون أسماء وتليفون شيماء الاتنين مقفولين. فقررت إن هي قبل ما تروح القسم عشان تعمل محضر باللي حصل بالتغيب أسماء إنها تروح لجدة شيماء الأول عشان تسأل عنها، لكن اتصدمت لما عرفت إن جدتها طردتها من فترة كبيرة وإنها ما تعرفش عنها أي حاجة ولا تعرف هي ساكنة فين. وهنا خالة أسماء في حالة ذهول وهتتجنن من القلق على أسماء، واستغربت إن أسماء عمرها ما قالت لها على حاجة زي كده. وفي الحالة دي خالة أسماء مفيش قدامها أي حل غير إن هي تروح لقسم الشرطة تعمل محضر تغيب لأسماء وتتهم شيماء بشكل أساسي إن هي السبب في اختفاء أسماء، وتدي لرجال الأمن كل التفاصيل اللي تعرفها عنها، وتكتشف في الآخر إن هي ما كانتش تعرف أي حاجة عن شيماء. ويوم 22/8/2023 بعد اختفاء شيماء ب5 أيام يوصل بلاغ رجال الأمن من عامل نظافة إنه لقي شوال جواه جثة مرمية في الترعة. رجال الأمن اتحركوا بقيادة الرائد مصطفى السلموني على المكان اللي قال عليه عامل النظافة عشان يكتشفوا إن الجثة اللي في الشوال متقطعة أشلاء وفي حالة تعفن شديد. بلغوا النيابة العامة عشان تنزل تعاين الجثة، وعاين وكيل النيابة الجثة وأمر بنقلها للمشرحة عشان يعرفوا مين الجثة دي وإيه اللي حصل فيها، ويبدأ رجال البحث الجنائي شغلهم، وقاموا بتفريغ جميع كاميرات المراقبة الموجودة في المكان عشان يعرفوا مين اللي رمى الجثة ديت في الترعة. ويظهر في الكاميرات إن اللي رمى الجثة في الترعة سواق توك توك، ولكن الغريب إنه كان بيتصرف بشكل طبيعي، مش شخص بيرمي جثة. والغريب إنه ما كانش متسرع، مش باين عليه أي خوف أو ارتباك أو بيتلفت حواليه، شايل الشوال عادي وبيرميه عادي. وده لفت انتباه الرائد مصطفى جدا لأن فعلا مش واضح عليه أي توتر أو أي حاجة تثير الشك حواليه، وإن غالبا سواق التوك توك ده ما يعرفش إن اللي جوه الشوال جثة. وبعد فترة قصيرة من البحث قدر رجال الأمن يوصلوا لسواق التوك توك ده، ومن التحريات عرفوا إن هو شخص محبوب جدا 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 وصعب يرتكب جريمة زي دي، وسمعته طيبة بين الناس زي ما بنقول كده زي الجنيه الدهب. الكل بيقول عليه شاب غلبان وابن حلال ومالوش أي سوابق، ملوش أي سوابق إجرامية. وفي نفس الوقت يطلع تقرير الطب الشرعي واللي بيوصف حالة الجثة إن هي جثة متفحمة بدون ملابس لفتاة في 20 من عمرها، وفي حالة تحلل وتعفن كامل لدرجة إن عظام الفك والصدر كانوا باينين من درجة تحلل اللحم، وتم الاعتداء عليها جنسيا، وجسمها مقسوم نصين باستخدام آلة حادة كبيرة. توقع الطب الشرعي إن هي سكينة وجسمها فيه آثار حروق من الدرجة الرابعة، والوقت كمان مشوه بشكل كامل. وفي نفس الوقت كان رجال الأمن قبضوا على سواق التوك توك، وبالحس الأمني عند رجال الأمن اتأكدوا إن السواق ده ملهوش أي علاقة بالموضوع نهائيا ولا بالجثة دي، بالرغم من إنه متصور وهو بيرميها. وبدأ التحقيق معاه، وأول ما سألوه عن الشوال افتكر على طول لأن الموضوع بالنسبة له هو كمان كان موضوع غريب جدا، وقال إن في بنت وقفته الساعة 5 الفجر وهو مروح وطلبت منه إنه ياخد الشوال ويرميه في أي ترعة. وركبت معاه التوك توك، ولما شم ريحة وحشة جدا سألها عن الريحة اللي في الشوال. قالت له إن الشوال فيه لحمة وفراخ بايظين لأنها كانت مسافرة لجوزها، والكهرباء قطعت كذا مرة بوظت الديب فريزر، فكل اللي فيه باظ، علشان كده في ريحة وحشة، أو بسبب كده حطتهم في شوال وقالت ترميهم بعيد، وقالت له يروح على أي ترعة أو مصرف علشان الريحة ما تبقاش في وسط الناس كتير. وهنا رجال الأمن سألوا سواق التوك توك عن عنوان البنت دي، ولأن الموضوع كان غريب كان فاكر العنوان بالتفصيل. اتحركت قوات الأمن مع سواق التوك توك ووصلوا لبيت البنت، وأول ما خبطوا عليها وفتحت شافت سواق التوك توك مع رجال الأمن. انهارت في العياط واعترفت بكل حاجة، وعرف رجال الأمن إن الجثة ديت هي أسماء صديقة شيماء، فقبضوا عليها وفتشوا الشقة ولقيوها
إن هي كانت بتغسل السجادة اللي عليها آثار دم، وبالتفتيش اكتشفوا وجود أشلاء بشرية موجودة في كذا مكان جوه البيت، ده غير آثار الحريق اللي موجودة في الشقة. كانت بتحاول تداريه، ولقيوا موبايل جديد جوه علبته متشال منه الشريحة ومحطوطة في نفس العلبة، ولما ركبوها في الموبايل اكتشفوا إن ده موبايل أسماء، وإن آخر مكالمة معمولة كانت بين أسماء وخالتها. اتصلوا رجال الأمن بخالة أسماء وطلبوا منها تجيلهم على المكان اللي هم فيه عشان تتعرف على الجثة، وبالفعل اتحركت الجثة على المشرحة عشان يشوفوا إجراءاتهم والخالة تشوف هي ولا لا. وطول الطريق كانت عمالة تعيط وتدعي يا رب ما تطلع الجثة دي بأسماء. ولما دخلت المشرحة فعلا ما عرفتش تتعرف على الجثة لأنها كانت مشوهة بشكل كامل، صعب حد يتعرف عليها. ما كانش قدام رجال العمل أو المعمل الجنائي إلا أنهم ياخدوا عينة من الجثة دي، يحللوها وياخدوا عينة من والدتها اللي في السجن عشان يشوفوها مطابقة ولا لا، ويتأكدوا الجثة ديت أسماء ولا لا. وبعد مطابقة البصمات اكتشفوا ان الجثة ديت لأسماء، وتم فتح التحقيق مع شيماء عشان يعرفوا ايه دوافع قتلها لأسماء بالشكل البشع ده. وبدأت تحكي اللي حصل بالظبط، ان أسماء في اليوم ده راحت لها البيت وحصل بينهم خلاف، شدوا مع بعض، وهي فعليا خلافات عادية جدا مع أسماء وشيماء. شيماء بتقول إن أسماء كانت متسلفة منها 3600 جنيه، وإن شيماء قالت لها أنا عاوزة فلوسي اللي عندك، لكن أسماء كانت على طول بتقول لها إن معيش فلوس وإن هي مش هتديها الفلوس دي مهما حصل. وبعد كام قعدة اتصالحوا ونسوا الموضوع، لكن شيماء ما كانتش صافية لأسماء وما قدرتش تداري الحقد والغل اللي جواها تجاه أسماء، وساعتها قررت إن هي هتقتلها. ولكن الكلام ده كان غير منطقي بالنسبة لرجال الأمن، لأن خلاف زي ده مش دافع إن هي تموتها بالطريقة البشعة اللي لقيوها بيها، لأن الطريقة اللي قتلتها بيها أبشع مما تتخيل. أول حاجة جابت سكينة وضربتها في صدرها وقعت على الأرض وقعدت تنزف، بس كان لسه فيها الروح، فقفلت عليها باب الشقة وقالت هتسيبها تنزف لحد ما تموت. ولما نزلت من الشقة وبعد ضغط رجال الأمن عليها حكت الحقيقة، وقالت إن هي كانت على علاقة غير شرعية بشاب، الشاب ده يبقى صاحب البيت اللي هي قاعدة فيه واسمه ميلاد، وقالت إن حصل بينهم علاقة جنسية كاملة أكتر من مرة، وإن الموضوع استمر وقت طويل لدرجة إن هي كانت حامل منه وسقطت بدل المرة 2 و3. وفي مرة وهم مع بعض في علاقة أسماء شافته وقطعت معاها الكلام، وهي خافت ان هي تفضحها او تروح تقول لخالتها او تقول للناس. وفي نفس الوقت اسماء كانت احلى بكتير من شيماء، عجبت ميلاد جدا، ولان شيماء عينها مكسورة من ميلاد بسبب اللي بيحصل بينهم وانه مصورها وهم مع بعض في اوضاع مخلة، قال لها يا تجيبي لي البنت ديت يا اما هفضحك في وسط الناس، لان ميلاد كان عينه من البنت دي، وكمان هيديها فلوس، وكمان ما بياخدش منها فلوس وهي قاعدة في الشقة. وخوف عمل له طبعا، قالت له مفيش اي مشكله، خلاها تكلم اسماء صاحبتها وتقول لها ان هي فهمت غلط وان هي محتاجاها ضروري. فطبعا اسماء غلبتها العاطفه وراحت لها، لقيتها فوق مستنياها، خندرتها وربطتها، ولما فارت لقيت نفسها عريانه ومربوطه. وشيماء قالت لها اهو هيعمل فيكي نفس اللي عمل فيا، وبالفعل ميلاد اعتدى عليها جنسيا. وفي وسط العلاقه خالة أسماء بترن عليها تقول لها أنها عشان تروح معاها تزور والدتها، ولكن يضغطوا على البنت أن هي ما تردش. وهنا طبعا يجيبوا السكينة ويضربوها بعد ما اعتدى عليها ميلاد، ضربوها أكتر مرة من السكينة في صدرها. ولما وقعت حاولوا أن هم يقضوا عليها، ولما تأكدوا تماما أن هي ماتت جابوا عفش وقش رز علشان يحطوه حواليها ويولعوا في الجثة، وقالوا ان هم هيسيبوها لمدة 3 ايام. طلعوا من الشقة وسابوها مكانها. بعد 3 ايام كان في سكان تاني موجودين في العمارة شموا ريحة مش حلوة خالص، فاتصلوا على ميلاد بيقولوا له ان في ريحة طالعة من الشقة الفلانية، لان هو صاحب البيت. فقال لهم عادي، ممكن يكون حد ساب التلاجة او الكهرباء فصلت والفريزر وطلعت ريحة اللحمة البايظة والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. ولكن بعد 4 ايام الناس من الريحة زهقوا من المكان علشان يتصلوا على الشرطة، ومن هنا تيجي الشرطة
بس محدش جه وحصل اللي حصل. وهنا بيعرفوا ان القصة كلها بسبب حقد وكراهية صاحبة البنت ليها. هل الحقد والغل والكره من شخص يؤدي الى القتل بهذه الجريمة؟ وكمان لما ييجوا يلاقوا الجثة متعفنة وبعد كام يوم يقطعوها وضعها في شوال وبعد كده يدوها لسواق توك توك، وسواق التوك توك على نيته يروح يرميها في أقرب مصرف. عشان كده بنقول احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.